اوعوا تكونوا فاكرين ان جمله ليديز فيرست دي اتيكيت وجنتله من الرجاله انهم يخلوا الستات هم الاول في اي حاجه. لا، ده الموضوع طلع سبب تاني خالص. قصه المقوله دي طلعت انها حصلت في ايطاليا. كان في ولد وبنت بيحبوا بعض قوي وكانوا عايزين ان هم يتجوزوا، بس اهاليهم كانوا رافضين الجوازه دي. فالبنت والولد قرروا ان هم ينتحروا سوا، وقاموا مختارين اكبر صخره فيك يا ايطاليا وقال لك احنا هننط من فوقيها. البنت جت ترمي نفسها، الولد قال لها لا استني، انا مش هقدر استحمل منظرك وانت بتموتي، خليني انا اللي ارمي نفسي الاول. وفعلا عمل كده، قام نطت من فوق الصخره ومات. البنت اول ما شافت المنظر ده اتخضت جدا واترعبت وخافت وقررت انها ما ترميش نفسها، وقامت راجعه تاني على بيت اهلها. هرمونات. ويقال انها بعد كده اتجوزت وخلفت وعاشت حياتها عادي جدا. رجاله البلد اول ما عرفوا حكايتها اخدوا قرار ليديز فيرست ده في ساعتها، علشان يضمنوا ان الستات هم اللي يعملوا الحاجه الاول قبل ما يغيروا رايهم، والراجل يا عيني هو اللي يلبس بعد كده الليله لوحده. بس في مقوله تانية الموضوع ليديز فيرست ده، قال لك لا، الرجاله مش مقلقه من الستات، الرجاله خايفه عليهم. اصحاب الراي ده بيقولوا ان مقوله ليديز فيرست دي طلعت وقت الحروب، علشان الرجاله كانت عايزه توفر مكان امن للستات والاطفال يقعدوا فيه بعيد عن الاذى، والرجاله بقى يطلعوا هم الحرب ومش مهم ايه اللي يحصل لهم بعد كده. انتوا بقى ايه رايكم؟ الرجاله خايفين علينا فعلا ولا مقلقين مننا؟